فقال لهم ايه؟ اسلمت؟ انا تسألوني السؤال ده؟ طب انا هذبح دلوقتي 100 ناقة للات والعزى. رحلة شخص من العبودية للعزة. قصة هتعلمك انك لازم هتاخد حقك من اللي ظلمك في الدنيا والآخرة. مؤذن الرسول بلال بن رباح رضي الله عنه. تعالوا معايا اقول لكم الحكاية باختصار. زمان قبل الإسلام كانت القبائل العربية بينها حروب، وكل قبيلة تقولك أنا أفضل قبيلة وأقوى قبيلة ومحدش قدي. كان عندهم عادة كده إنهم ياخدوا أسرى في الحرب، عبيد وجواري. وكان من أشهر العبيد قبل الإسلام الصحابي الجليل بلال بن رباح. وفي يوم من الأيام ولدته واحدة من الجواري وكانت أمه. وكان زمان لما الجارية تولد على طول ابنها يكون عبد. وكان بلال بن رباح رضي الله عنه أسمر جدا وطويل ونحيف وشعره كثيف، وكان سيده عبد الله بن جدعان. والعبد بيكون تحت اوامر سيده، يقول له اعمل ده وما تعملش ده، واللي يأمره بيه ينفذه على طول حتى لو غصب عنه. حتى لو قال له مش هتاكل النهارده او انت مش هتنام ينفذ وما يشتكيش وما يقدروش يهربوا. الناس كلها عارفه انهم عبيد وعارفين اسيادهم كمان، يعني هيرجعوهم لو هربوا وما لهمش مكان يروحوه، يعني مجبورين يستحملوا. المهم ان في يوم من الايام بلال رضي الله عنه كان بيرعى الغنم، فعدى على الغار اللي فيه سيدنا محمد وابو بكر الصديق. فالنبي نده على بلال وقال له عندك لبن تدينا منه؟ فبلال قال له ما عنديش غير شاة واحده هي اللي بتاعتي. فالنبي قال له قربها، وحلبها النبي وشرب لحد ما شبع، وشرب ابو بكر لحد ما شبع، وشرب بلال لحد ما شبع. والشاة بانت كانها نشيطه جدا وكانهم ما خدوش منها اي لبن. وبلال كان بيسمع عن النبي وعن الاسلام، وعرف ان الاسلام بيساوي بين الساده والعبيد والاغنياء والفقراء والابيض والاسود والعربي والاعجمي. فالنبي عرض عليه الاسلام وفعلا اسلم بلال، وبقى بيروح الغار لمده 3 ايام عشان يتعلم الاسلام. ولكن ابو جهل السوسه راح فتن على بلال عند سيده وقال ان الشاة بتاعته بقت تخينه كده وفيها بركه، اكيد بيروح لابن ابي كبشه اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، البركه دي ما تجيش غير من عند النبي. وكان بلال من اوائل الناس اللي اسلمت. وفي يوم من الايام كان بلال ماشي حوالين الكعبه، وفي الوقت ده الكعبه كان حواليها ايه؟ كان حواليها اصنام. فتف بلال على الاصنام وقال لهم خاب وخسر من عبدكن. فشافوه مجموعه من المشركين بلال بن رباح العبد بيشتم الهتنا، فجريوا وراه عايزين يمسكوه. فهرب على بيت سيده ودخل وقفل الباب، بس هم ما سكتوش، قعدوا يخبطوا على الباب لحد ما فتح سيده اللي هو عبد الله بن جدعان. فلقى مجموعه من المشركين، ومش اي مشركين، دول كبار المشركين، ابو جهل أمية بن خلف. فقالوا له أصبوت يعني أسلمت؟ عايزين يعرفوا بلال دخل الإسلام من نفسه ولا بأمر سيده. فقال لهم إيه؟ أسلمت؟ أنا تسألوني السؤال ده؟ طب أنا هذبح دلوقتي 100 ناقة للات والعزى اللي هي الأصنام بتاعتهم. فقالوا له عبدك الأسود بلال شتم الآلهة. فقال لهم مين بلال ده؟ أنا معرفهوش. فقالوا له مستخبي عندك جوه. فقال لهم طلعوه، وفعلا طلعوه. فبصلوا وما عرفوهوش. فسأل واحد من اللي شغالين عنده مين ده؟ تعرفوه؟ فقالوا له ده اللي بيرعى الغنم. مالك في ايه؟ فراح مسلمه للمشركين وقال لهم خدوه، انا مش عايزه، اعملوا فيه اللي انتوا عايزينه. فخدوا أمية بن خلف وقال ان شمس هذا اليوم لن تغرب الا ويغرب معها اسلام هذا العبد. وافترى عليه افتراء شديد جدا، كان بيعذبه وكان بيطلعه في عز الظهر في صحراء مكة ويقلعوه هدومه وينيموه على الارض على الاحجار السخنة بالساعات، ويجيب حجر كبير بيشيلوه مجموعة من الرجال من كتر ما هو تقيل ويحطوا فوق بلال ويسأله ها يا بلال من ربك؟ فيرد عليه بلال رد عظيم جدا ويقول له أحد أحد، فيعذبه أكتر ويربط رقبته برباط ويخلي الصبيان الصغيرة يطوفوا بيه في جبال مكة وأراضيها ويقول له ها ارجع للات والعزى، فيقول له أحد أحد. وفي يوم من الأيام سيدنا أبو بكر كان ماشي في مكة فشاف بلال بن رباح وهو بيتعذب، فراح لأمية بن خلف وقال له كفاية كده، اعتقوا لوجه الله، هتعذبوا لحد امتى؟ فأمية قال له انتوا اللي عملتوا فيه كده، دينكم هو السبب في تعذيبه. فقرر أبو بكر ان هو يشتريه ويحرره، وادى لأمية 3 أواقن من ذهب في مقابل انه يحرره. فخد أمية الذهب وقال لأبو بكر واللات والعزى لو أبيت إلا أن تشتريه بأوقية واحدة لبعت بها، يعني لو دفعت فيه مش 3 أوقية لا واحدة بس كنت بعت بيها. بيحقر من بلال رضي الله عنه، ولكن رد أبو بكر كان عظيم جدا
وقال له والله لو أبيت أنت إلا ب100 أوقية لدفعتها، يعني لو طلبت فيه 100 أوقية كنت هدفعها. عظيم سيدنا أبو بكر، رد كرامة بلال في ساعتها وحرره أبو بكر، واتغيرت حياة بلال تماما لأنه كان معروف إن صوته جميل جدا، فاختاروا النبي عشان يكون مؤذن وتلقب بمؤذن الرسول أو المؤذن في الإسلام. وفي مرة من المرات جت قبيلة للنبي وقالت له يا رسول الله جوز أختنا لفلان، كانوا عايزين أخته تتجوز واحد معين، فالنبي قال لهم أين أنتم عن بلال؟ فما كانوش عايزين يجوزوا أختهم لبلال، فمشيوا ورجعوا تاني بعد فترة فقالوا للنبي يا رسول الله جوز أختنا فلان، فقال لهم للمرة التانية أين أنتم عن بلال؟ فجم للمرة التالتة فقالوا له يا رسول الله جوز أختنا لفلان، فقال لهم أين أنتم عن بلال؟ أين أنتم عن رجل من أهل الجنة؟ فانكحوه. ربنا سبحانه وتعالى عوض بلال عن كل العذاب والظلم اللي تعرض له في حياته وتمسكه بدينه وبشره بالجنة، وكان رضي الله عنه خجول جدا وكان متصالح مع نفسه ومتصالح مع فكرة انه عبد، وربنا هداه للإسلام. وفي يوم قبل ما يتجوز راح يخطب لنفسه ولأخوه، فقال لأهل العروسة أنا بلال وهذا أخي عبدان من الحبش كنا ضالين فهدانا الله وكنا عبدين فأعتقنا الله، إن تزوجونا فالحمد لله وإن تمنعونا فالله أكبر. وبلال بن رباح عمل حاجة غيرت في الأذان. في يوم من الأيام قبل صلاة الفجر بلال كان عايز يأذن فسأل على النبي فقالوا له إن النبي نايم، فصرخ بلال بأعلى صوت الصلاة خير من النوم. فسيدنا محمد اعتمد الصلاة خير من النوم وأمر بلال إنه يقولها في الأذان في صلاة الفجر بس، ولأن المظالم بتترد وكل واحد بياخد حقه. في غزوة بدر بدأ الصحابي عبد الرحمن بن عوف يلم الغنايم. في نهاية المعركة مين بقى اللي شافه؟ أمية بن خلف اللي كان بيعذب سيدنا بلال. أمية بن خلف كان خايف يموت في المعركة، فقال لعبد الرحمن بن عوف خدني أسير وأنا هفدي نفسي بفلوس كتير. قال لك بدل ما أموت أتاخد أسير وبعدين أدفع فلوس وحرر نفسي. فعبد الرحمن بن عوف ساب كل الغنايم اللي في ايده وراح مسك أمية بن خلف وهو ماشي بيه. مين بقى اللي شافه؟ بلال بن رباح رضي الله عنه، وافتكر كل التعذيب اللي كان بيعذبه له فصرخ وقال رأس الكفر أمية بن خلف لا نجوت إن نجا، وجري عليه عايز يموته. فعبد الرحمن بن عوف قال له سيبه ده أسيري، ولكن بلال كان مصمم ونده على الصحابة عشان يساعدوه. وفعلا بلال بن رباح قتل أمية بن خلف وانتقم من العذاب الشديد اللي تعرض له بسبب. وحزن بلال على موت النبي حزن شديد جدا وما بقاش يأذن بعد وفاته. كان بيحب النبي جدا، ومين ما يحبش النبي صلى الله عليه وسلم. وما أذنش بلال إلا مرة واحدة بس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لما المسلمين اترجوه، فطلع بلال على المنبر وبدأ يأذن. ولكن أول ما قال أشهد أن محمد رسول الله انهار من البكاء وانهار كل المسلمين من البكاء. ما قدرش يمسك نفسه من حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم وما قدرش يكمل الأذان. ازاي يبقى مؤذن الرسول ويأذن بعد وفاته؟ ما قدرش يكمل. وقبل ما يموت بلال قال جملة عظيمة جدا، قال غدا نلقى الأحبة محمد وحزبه. ومات سيدنا بلال بن رباح، واختلفوا مات امتى، ولكن يقال انه مات عنده 63 سنة رضي الله عن بلال بن رباح مؤذن الرسول. قولوا لي رأيكم في التعليقات، وما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير للفيديو عشان يوصل لكم كل جديد، وتتابعوني على صفحة الفيسبوك والتيك توك والانستجرام. هسيب لكم كل رابط الحسابات في صندوق الوصف.